تم الاعتماد على تعويض مسابقة كأس أفريقيا الأسد. طبعا هذا الاعتماد الرسمي لهذا الشعار لبطولة كأس أفريقيا. البطولة على أبواب. بدأ العد التنازلي لهذه البطولة اللي تقام إن شاء الله في المملكة المغربية الشريفة وفي مجموعات عديدة في طنجة وكذلك فاس ومراكش وكازا والرباط. نتمنى ان شاء الله وقادير، نتمنى ان شاء الله التوفيق للمنتخبات العربيه كامله. اعتقد المغرب اعدت العده ومفاجات عديده للجمهور العربي الافريقي اللي بيحضر في المملكه المغربيه. العد تنازلي خلاص، البطوله على ابواب. نتمنى ان شاء الله التوفيق، واعتقد بتكون بطوله استثنائيه في المغرب. بالتوفيق ان شاء الله للمنتخبات العربيه عفوا. واعتقد عندنا تغطيه خاصه لهذه البطوله الكبيره اللي بتقام ان شاء الله في المغرب. عندك اضافه محمد تقي؟ انا كل شيء راح يكون ان شاء الله، يعني خلينا نقول بيرفكت في المغرب، كل شيء على المستوى الدعم، على المستوى الشعبي، لكن راح ينقصه شيء واحد: تتويج المنتخب المغربي بالبطوله عشان تكتمل الافراح المغربيه. اليوم عبد الله، انا مشجع للمغرب، لا تزعل كابتن. لا تفضل. انا صراحه اعلنها، انا راح اشجع المنتخب المغربي. ليش؟ وانت عبد الله؟ الحلقات الماضيه يقول اشجع مصر. لا في البطوله هذه انا مغربي. اقول لك قصه شيء واحد، احترامي للمنتخب المصري والجمهور وشعبه العظيم، لكن انا بشجع المغرب. هي قصه شيء واحد البطوله دي. عبد الله ياخذنا معاه بس المغرب. لا احنا عندنا استديو خاص. والله نسوي لك استديو خاص موجود، ما تشوفه جاهز. ما شاء الله. ولنا تغطيه خاصه للبطوله هذه. وقول لهم شو مفاجاه الاستديو. راح تشوفوا الاسد هنا. الاسد موجود. لا مفاجاه الاستديو قول لهم. البطوله ديكور. مصرية. لا خلها مفاجاه ان شاء الله باذن الله تعالى. بس راح تجيب الاسد عبد الله، صح؟ موجود الاسد، والله موجود الاسد. البطوله مصريه عبد الله ان شاء الله. طيب نعم. قال لك البطوله مصريه، قلت ان شاء الله. انا وياه الحين الرسائل للبطوله المغربيه يا رجل. البطوله مصريه. انت ما فزت على الكويت والامارات وانت حلمي طولان. ده الصف السادس. السادس الحين صار سادس.